قررنا نروح نفطر ونجرب جزء من أكل بورسعيد. بورسعيد مشهورة بأنها مميزة في الأكل وخاصة السي فود، واللي هنعمل عنه حلقة كاملة بإذن الله، وإزاي تاكل أطعم وأرخص أكلة سمك. رحنا مطعم العيوط عشان نفطر لكن كان زحمة، فقررنا نفطر حاجة تانية، الحواوشي. حاجه من الحاجات اللي هنجربها هنا في بورسعيد وهي الحواوشي الاسكندراني، اللي بيتقال عليه الاسكندراني يعني ان هو بيبقى معمول بعجينه، مش زي الحواوشي اللي بيكون عندنا في القاهره اللي هو طبعا بيتعمل بعيش. يمكن انا بميل طبعا للحواوشي التاني اللي بيتعمل بعيش، لكن النهارده خلونا بس نجرب الحواوشي دوت ونشوفه عامل ازاي. ده الشكل بتاعه طبعا، ولسه مازال سخن. طعمه جميل جدا، واعتقد اللي مظبط طعمه المزازه اللي فيه وطريقه السوى، ان العجين كان لسه ني، وبدا طبعا الدهون اللي موجوده في اللحمه تدخل في العجين.